ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن الكومبوننتس. الكومبوننتس هي حاجه بتساعدني ان انا اعيد استخدام الاليمنتس في اكتر من صفحه. يعني لو انا عامل مثلا ديزاين لويب سايت او موبايل ابلكيشن كبير وهستخدم فيه اليمنت اكتر من مره، نفس الاليمنت هيجي استخدامه في اكتر من صفحه او اكتر من مره. فالكومبوننتس بتساعدني ان انا اعمل حاجه زي دي. طيب، تعالوا نشوف مع بعض انا ازاي ممكن اعمل الكومبوننت. هبدا ان انا اعمل فريم وهاجي وهقول له اعمل لي ديسكتوب فريم من هنا. لو انا مثلا عايز اعمل بutton، بكل بساطة زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، كل اللي هعمله ان انا هاجي وهقول له اعمل لي تكست، وهنقول مثلا ان ده button، وهاجي وهدوس شيفت A من الكيبورد عشان اعمل له اوتو لاي اوت، وهاجي هنا وهحط له fill وهديله لون، وهغير لون التكست بتاعي، وهكون كده عملت بutton بكل بساطة. علشان احول البutton ده لكومبوننت هقف على البutton او هعمل له selection، وهاجي هنا من فوق وهقول له create component، وهلاقيه عمل لي هنا component، وهلاقي العلامة هنا اتغيرت. انا دلوقتي ديت بيقول لي add variant، يعني انا دلوقتي عندي البutton دوت او الكومبوننت ده هقدر ان انا اعمل منه نسخ تانية. لو انا مثلا عندي زراير مختلفة فانا اقدر ان انا اعملهم كلهم من هنا بالشكل ده. هاجي وهقول له add variant، هيعمل لي زرار تاني جديد. وممكن من هنا ان انا اغير الزرار ده، ممكن مثلا اقول له ان ده هيبقى button 2، وبكده هيبقى عندي ممكن ارجع اغير ده واخليه button 1، وبكده هيبقى عندي زرارين. ممكن بس اوسع دي سنة علشان الكونسيستنسي. وبعدين ممكن كمان لو انا عندي بutton زياده وعايز احطه، ممكن ان انا اجي هنا اقول له add variant من فوق هنا، او اجي هنا على البلس دي واقول له add variant كمان، وهاجي هقول له ان ده button 3 من هنا بالشكل ده. وهاجي هنا لو جيت هلاقي انا دلوقتي ماسك الفريم دوت او الكومبوننت بتاع الفارينس ده. هاجي هنا هلاقيه هو حاطط لي فيهم ال هلاقي هنا حاطط لي الفاليوز بتاعته، اللي هو ديفولت 1 اللي هو ديفولت اللي هو بutton 1، وفاريانت 2 اللي هو button 2، وفاريانت 3 اللي هو button 3. ممكن ان انا اغيرهم. هاجي هنا في النيم ممكن اقول له اخلي لي ده buttons من هنا، فهلاقي اسم البروبرتي اتغير من هنا. لو انا جيت من جوه ومسكتهم واحد واحد، وهاجي هلاقيه ان هو ماسك لي الفاريانت دوت او اللي هو الكومبوننت ده ماسكهولي في الكومبوننت الكبير اللي هو البوتنز. وهاجي هلاقيه هنا هو حاطط لي ليست بكل الفاريانس اللي في الكومبوننت، وهلاقيه ماسك لي اول واحد. ممكن ان انا اعمل له رينيم وهاجي اقول له ان ده بوتن 1 علشان لو انا عوزت ادور عليه ما توهش. ولو جيت مسكت التاني هلاقيه غيره لي فاريانت 2، هاجي برضو اعمل له رينيم واقول له خلي لي ده بوتن 2 بالشكل ده. وهاجي اخد اخر واحد وهقول له اعمله لي رينيم خليه لي بوتن 3. لو جيت تاني ومسكت الكومبوننت الكبير وهلاقي ان هو في الباتن زي ما هو. ولو جيت هنا دوست على الايديت او الفلتر من هنا هلاقيه باتن 1 وباتن 2 وباتن 3. طيب انا ازاي بقى اقدر ان انا اعمل لهم ريوز زي ما قلنا، او ان انا اخد منهم كوبي؟ هاجي هنا في البانل اللي على الشمال، واحنا دلوقتي في التاب بتاعت اللايرز، هخش على التاب بتاعت الاسيتس وهلاقي عندي الفريم اللي احنا واقفين فيه. هنا عندي لوكال كومبوننتس ديسكتوب 1، ده اللي هو الفريم اللي احنا واقفين فيه الابيض. هفتح السهم ده وهلاقي عندي حاطط لي الفريم او اللي هو الكومبوننت بتاعتي، وهفتح دي هلاقي عندي حاطط لي الفريم بيقول لي include 3 variants. وهاجي ممكن ان انا بكل بساطه هعمل له دراج ودروب من هنا، هلاقيه اخد لي اول بutton عندي. وممكن ان انا هعمل insert من هنا كمان هياخدوها لي تاني، وهلاقيه بالطريقه دي هكون انا عملت ريوز للكومبوننت. لو انا جيت وغيرت ممكن ان انا اغير من هنا. هاجي هقول له ان ده مثلا، هاجي اقول له ان هنا تكست، ممكن اغير عادي مش هيأثر على البطن التاني. لكن لو جيت وان انا غيرت في التكست في البطن الاساسي اللي هو الكومبوننت بتاعي، وجيت اقول له مثلا نيو، هلاقيه ان هو غير في
البطن التاني مبقاش في الاولاني، لان هو كده يعتبر اختلف عن بتاع البيرنت، فما بقاش ما بقاش من الكومبوننت بتاعه، فما بقاش ريوزبل. لكن زي ما شفنا لو انا غيرت في البيرنت كومبوننت بيغير في التشايلد. لو انا جيت عملت انسيرت تاني هلاقيه هنا غيرهولي بقى نيو، عشان انا غيرت في الكومبوننت من تحت هنا. وبكده نكون عملنا الكومبوننتس وعرفنا ازاي ممكن نعمل منها فاريانس وازاي نقدر نعمل لها ريوز. واتمنى اكون افدتكم، ونشوفكم الفيديو اللي جاي.